صديقي 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 صديقي، ازيك يا حبيبي؟ طبعا احنا في الفيديو التاني زي ما وعدتك ان هو هيكون خاص بالباقي الجزء من المراجعة بتاع ليلة الامتحان تالتة اعدادي، وهنبدأ النهاردة بالقصة. هنبدأ في الفيديو ده معانا بالقصة، والقصة بتاعتنا هي قصة حلوة وسمجة في نفس ذات الوقت. انا هتكلم بصراحة يا شباب، القصة وحشة جدا جدا. مش عارف مين اللي اختار القصة دي، بس القصة بتاعتنا باختصار The School Garden Project. تمام. قبل ما نبدأ القصة بتاعتنا نخش على طول كده في الأحداث ونتكلم مع بعضينا. وطبعا اللي عايز الشيت ده، الشيت موجود عندك في الديسكريبشن، وما تنساش خليك جامد انت مهما خالد. يلا بينا. قصتنا الحلوة اللطيفة الظريفة بتتكلم عن The School Garden Project. ايه School Garden Project؟ مشروع الحديقة المدرسية. طيب، بطلة القصة بتاعتنا بنوتة شطورة حلوة ولفلوفة اسمها زينة. اسمها ايه يا شباب؟ زينة. برافو عليكم. زينة دي بقى، البنت دي كان ليها مواصفات معينة. اولا هي كانت كريريوس يعني ايه؟ محبة للاستطلاع وفضولية. تمام. غير كده، انا مش عارف الخط هنا صغير ليه، نكبر شوية. غير كده، غير انها كانت كريريوس، likes to notice everything، بتحب تلاحظ كل شيء حواليها. تاني، بتحب تلاحظ كل شيء حواليها حرفيا. طيب، new student in a preparatory school. كلمة preparatory school دي معناها انها يعني بنت او طالبة جديدة في مدرسة اعدادي. دي زينة بطلة قصتنا يا شباب. زينة بطلة قصتنا بقى on her first day، في اول يوم ليها من المدرسة. غير كل البنات خالص، اي حد طالب جديد في المدرسة بيخش يدور على الفصل بتاعه، يلعب ويتعرف على اصدقائه الكلام ده. قال لك لا، she looks around the playground. بصت حوالين الملعب اللي موجود عندهم. في الملعب لقت 3 حاجات، والثلاث حاجات دول مهمين جدا. لقت ان the playground was large but empty يعني فارغ and gray. فارغ and gray، لقيته empty and gray يعني فارغ وجراي يعني رمادي. من الاخر كده في تراب يا معلم، تراب مغطي كل المكان. عارف انت التراب الاسمنتي اللي باللون الرمادي ده؟ هو ده. تاني حاجة the ground was all concrete. كانت كل الأرض بتاعتنا كونكريت. كلمة كونكريت معناها خرسانة. يعني ايه خرسانة؟ قال لي يعني كانت لسه على المحارة، يعني ما فيهاش لا زرع ولا حاجة، أرض جافة. تمام. there were a few benches. كان في كمان شوية كراسي موجودة كده تحت كده جنب في الحديقة كده، مرمي عليها التراب ومرمي عليها كل حاجة. students الطلبة threw trash on ground. والطلبة كانت بترمي القمامة بتاعتها على الأرض. تمام. عالم مش منظمة تماما، عالم مش منظم. مهملين زي حضرتك كده تاكل في كيس الشيبس وترميه في الشارع. يا ابني يا ابني حرام عليك، بتتحاسب عليه ده، بس مش مشكلة. المهم الستودنت ال4 حاجات دول اللي كانوا موجودين في البلاي جراوند، في الملعب. يبقى الملعب كان empty and gray، دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية كان the ground was all concrete، كان كلها خرسانة. there were a few benches، كان في بعض الكراسي الصغيرة اللي موجودة في الجنينة، ولكن محدش بيقعد عليها خالص ومحدش بيستخدمها. students throw trash on ground، وكانت الطلبة بترمي القمامة في الأرض عادي جدا. تمام. قعدت تفكر البت دي thinking this place could be better. قالت لنفسها كده، جات لها الفكرة ان المكان ده يكون افضل. تمام. الفكرة بتاعتها الايديا كانت مهمة، عايزة تعمل حاجة. ايه الحاجة دي؟ هنعرفها كمان شوية. الفكرة المهمة بتاعتها no one would listen to her. ليه؟ لما طلعت بفكرة انها تعمل الجنينة، اقتنعت وقالت ان مفيش حد no one would listen to her، محدش هيسمعها. ليه يا معلم؟ قالك because she was new student، لانها كانت طالبة جديدة. at lunch، في الغداء، اتعرفت على
واحدة زميلتها جديدة اسمها نانسي. زميلتها نانسي دي بقى كانت kind, honest about her feeling. يعني ايه kind and honest about her feeling؟ كان kind يعني طيبة نانسي دي. honest يعني آمنة about her feeling عن شعورها، يعني صادقة في مشاعرها، بتقول الحاجة اللي جواها بمنتهى الطلاقة، مش مستنية حد يحكم عليها، ولا بتنافق حد ولا حد بينافقها. المهم نانسي دي لما زينة عرضت عليها المشكلة قالت I don't like this place, it's depressing. يعني ايه الكلام ده؟ قالت لها لما جايين يعدوا على البلاي جراوند جت قالت لها انا ما بحبش المكان ده، it's depressing، ده محبط. تمام؟ ردت عليها زينة وجت قالت لها what if we planted a garden؟ ايه رأيك لو احنا زرعنا جنينة؟ قالت لها بيت. do you know how to grow؟ انت تعرفي ازاي تزرعي؟ انت فلاحة يا بيت؟ فردت قالت لها no but we could learn together، ولكن احنا ممكن نتعلم مع بعض. هي هنا سألتها انت فلاحة يا بنت على اساس انها ايه؟ تعرفي تزرعي ولا لا؟ مش تنمر ولا عنصرية، ها؟ خليك فاكر. المهم do you know how to grow؟ انت تعرفي ازاي تزرعي؟ فقالت لها no but we could learn together، ولكن احنا ممكن نتعلم مع بعض. خلص الشابتر 1 بايه بقى؟ خلص بان زينة imagine the idea، قعدت تتخيل الفكرة بتاعتها. ومن جاية عاملة ايه البت دي؟ عملت حاجة مهمة جدا. ايه الحاجة دي؟ but it's need، ولكن دي بتحتاج الفكرة ديت لما لقيت انها هتبني خلاص، قررت خلاص انها تعمل الجنينة دي، فقالت محتاجة ايه؟ محتاجة time، محتاجة وقت، hard work عمل شاق، help مساعدة، money and research بحث. تمام؟ فروحت البيت قعدت تتخيل كده لما قال الكلام ده بحث، فقررت تعمل بحث اونلاين، تعمل بحث على النت، وكتبت simple proposal. يعني ايه simple proposal؟ simple proposal معناها منشور كده بسيط يبقى فيه التفاصيل بتاعت المشروع بتاعنا. تمام؟ بعد ما كتبت الكلام ده خدت take responsibility، خدت المسؤولية. كلمة responsibility معناها مسؤولية. خدت المسؤولية بقى في ايه؟ and show a courage، وأظهرت شجاعة by speaking أظهرت شجاعة بالتحدث. تحدث في ايه؟ راحت اتكلمت في المشروع ده في حاجة اسمها students council meeting، في اجتماع مجلس الطلبة. مين اجتماع مجلس الطلبة ده؟ حضرتك انت عندك حاجة اسمها امين اتحاد الطلبة في المدرسة، اللي هو بيبقى امين المدرسة وامين مساعد المدرسة، بيرقصهم حاجة اسمه اتحاد الطلبة. فهي راحت اتكلمت في مجلس اتحاد الطلبة ده او في مجلس الطلبة وقالت لهم الفكرة بتاعتهم. وهي بتتكلم her hands were shaking، ايديها كانت بتهتز، but she believed her idea، ولكن كانت مؤمنة بالفكرة بتاعتها. وعشان كده ده ما وقفهاش، وقفت كده بكل شجاعة وقالت I wanted to create a garden. We could grow plants, but I need help. احنا ممكن نزرع جنينة يا جماعة جوه الملعب بتاعنا، بس أنا مش عارفة هنزرع نباتات ومحتاجة مساعدة. أول ما قالت الجملة دي وهي ايديها شيكينج بتهتز، أول ما قالت الجملة دي the students laugh، العيال اللي حواليها الطلبة قعدوا يضحكوا عليها. لا شفت الهبلة عايزة تزرع جنينة جوه المدرسة، احنا طايقين نيجي فيها أصلا. يلا يا عم مش مشكلة. فجت you are just a new student، قالوا لها كده انت طالبة جديدة. You are just a new student، انت طالبة جديد، انت فاكرة نفسك ايه يا ماما؟ انت ولا حاجة، انت جاية تعديلي علينا في مدرستنا، ده انت حيالله لسه جاية النهاردة. فجت ردت عليهم من هي كده وهي بصت لهم كده واتنرفزت واتعصبت. She ignored the comment، ما ردتش على التعليق ده. كان ممكن ترد تقول لهم انتوا مالكوا وانا بفكر براحتي، لا وداخل فيهم شمال، لا، بس هي ما ردتش على التعليق ده. She ignored
the comment. برغم انها hurt، ولكن برغم انها اتأذت بسبب الكلام ده، الكلام اللي اتقال، ولكن عملت حاجة مهمة جدا او قالت جملة مهمة جدا. قالت ايه؟ This is my school too. Everyone deserves a nice place to learn and have fun. ايه الكلام ده؟ ثانية واحدة. This is my school too. Everyone deserves a nice place to learn and have fun. ايه الكلام ده؟ قالت لهم طيب تمام ماشي، خلي بالكوا دي مدرستي زي ما هي مدرستكوا برضو، وكل واحد فينا يستحق يستحق مكان لطيف عشان نتعلم فيه، في نفس الوقت to have fun عشان نمرح فيه. بصت كده من بعيد، لقيت ميس هدى مركزة معاها قوي. مين ميس هدى دي؟ مدرسة لزينة. المهم ميس هدى دي liked her idea، حبت الفكرة بتاعتها، وتحديدا هي liked her determination، حبت العزيمة والإصرار بتاعها. عشان كده ميس هدى دي عملت حاجة مهمة، helped her to speak to students. يعني ايه؟ ساعدتها في التحدث على الطلبة. قالت لها خد يا بت، تعالي هنا، انت حلوه والله، هو الكلام العيال المؤذيه المعفنه دي تهزك؟ لا، تعالي انا اوديكي الحته في حته تانية خالص. شايفه العيال دي؟ قالت لها يا ميس، روحي يلا كلموهم عن الفكره بتاعتك، انا هساعدك. فراحت كلمت مجموعه من الطلبه في مجموعه من الطلبه في مجموعه من الطلبه، لحد ما وصلت لمجموعه من الطلبه عندهم سبيشال تالنت، عندهم موهبات او مواهب خاصه. سبيشال تالنت يعني عندهم موهبه خاصه. تمام. المهم ايه الموهبه دي؟ جمعت الفريق بتاعها. الفريق بتاعنا مكون من مجموعه بنات مهمه جدا، 5 بنات. زينة طبعا ده في الاساس الليدر بتاعت الفريق ده طبعا، نانسي، نهى، امل، ساره. تاني اهو، نانسي، نهى، امل، ساره. من خلال تعاملها معاهم اكتشفت ان كل واحد فيهم عنده سبيشال تالنت. عندك نانسي مثلا جود ويز تولز. تاني جود ويز تولز يعني ايه؟ بتحب تعرف تستخدم الادوات. يعني هتنفعنا يعني يا مستر في ايه؟ تصليح حاجه، دق حاجه، رمي حاجه كده يعني. هتعرف تستخدم الادوات بتاعتنا كويس. نوها بقى لافت بينتنج، كان بتحب التلوين والرسم والكلام ده. يعني دي اللي هتعرف ترسم على الاسوار، ترسم على الجدران، الحاجات دي. امل بقى كانت سترونج، البنت دي كانت سترونج بقى، بتقدر تشيل ايه البنشات والحاجات التقيله وكده. انما ساره كان فيري اورجنايزد، دي الويدنج بلانر زي ما بيقولوا كده، اللي بتخش لك كده تقول لك بص احنا نحط كوشه هنا ونحط سرعه ورد تبقى نازله كده، ونعمل مش عارفه ايه، وننزل فازه نوت مش عارفه ايه، وفجاه تلاقي نفسك يا باشا متدبس في 50,000 جنيه كده. اهي دي بقى بتعرف تنظم الحاجات، زي فيري اورجنايزد، بتعرف تنظم الاشياء كويس قوي. المهم زينة helped them with talent، ساعدت زينة بقى، ساعدتهم بالحاجات بالمواهب بتاعتهم، وطورت منها، وبدأت توظف المواهب دي في القدرات بتاعتهم ديت في الحاجات الخاصة بيهم. The garden became their shared project، وبدل ما كان الحديقة بتاعت بس زينة، أو فكرة الحديقة بتاعت بس زينة، بقت بتاعتهم كلهم. The project started، بدأ البروجكت وبدأوا يشتغلوا كلهم مع بعض. But it wasn't easy، ولكن ده ما كانش سهل خالص، ما كانش سهل. They needed money to buy tools, seeds, soils. احتاجوا للفلوس عشان يشتروا المعدات والبذور والتربة. طب نعمل ايه؟ راحت البت قالت لهم زينة، قالت لهم ما تقلقوش من الفلوس، انا هعمل مبادرة. وراحت عملت انتيتيف عشان تجمع كولكت دونيشنز، عشان تجمع تبرعات فروم لوكال كوميونتي، من المجتمع المحلي. وفعلا تخش على الناس تقول له عمو هات جنيه، عمو هات جنيه، انا عندي مدرسه وعايز اعمل فيها جنينه والكلام ده، والموضوع هيكلف بس 200 300 جنيه في كده، فاديني جنيه مش هيفرق معاك يا عمو، هات جنيه. تمام. اهو بدات تجمع منهم الدونيشنز، وكانت امنه، كانت honest with money، ما كانتش بتاخد مثلا تقول له هات 5 جنيه وتلم الباقي وتحطه في جيبها، لا، دي كانت امنه مع الناس في موضوع الفلوس ده كويس قوي. جت بعد كده البنت دي
زينة was honest about how to use the money. كانت آمنة في حوار الفلوس ده كويس. but بعد ما بدأوا يحطوا الحاجات بتاعتهم وبدأوا يزرعوا، حصلت حاجة، مصيبة كبيرة. لازم يبقى في كل قصة كده كونفليكت، يبقى في صراع. فهي حصل الصراع، بس المرة دي الصراع ما كانش مع الطلبة، كان صراع مع الطبيعة. ايوه، ايه يا مستر ايه اللي حصل؟ قال لك it rained for 2 weeks. شتت عندهم لمدة اسبوعين and some plants died. وبعض النباتات ماتت. felt upset. امل felt upset، حست امل بالاحباط، وجت قالت لهم maybe we should quit. متهيألي بعد ما احنا خسرنا كده خلاص كفايه يا عم، كفايه يا زينه، احنا مش هنكمل. فردت عليها البت وقالت لها لا، احنا لازم نكمل. يرضيك الناس اللي بتتنمر علينا دي بتقعد تذلنا طول السنه او طول السنين اللي جايه في المدرسه؟ الله اعلم. المهم زينه felt disappointed. زينه حست باحباط، ولكن but she showed determination. أظهرت العزيمة والإصرار اللي عندها. and they worked together to solve the problem. وهم ساعدوا بعضيهم واشتغلوا مع بعضيهم عشان يحلوا المشكلات. بلانتس، المشكلة الأولى كانت البلانتس، النباتات. فهم عملوا إيه؟ مسكوا المشكلات بتاعتهم وقرروا decision، خدوا قرار إن هم يغيروا البلان بتاعتهم، change the plan، يغيروا الخطة بتاعتهم. إيه يا مستر؟ وكمان يعملوا ريسيرش. يعملوا ريسيرش عن إيه؟ عن النباتات اللي مالها. قال النباتات اللي جرو بيست، اللي ينفع نزرعها في in this climate، في هذا المناخ. يعني عملوا سيرش على الانترنت عن نباتات ينفع المناخ بتاعه. وكمان عملوا سيرش وبحثوا مع بعض عن how to protect them from much rain. وعملوا بحث عن ازاي يحموها من الامطار الغزيرة. طيب لما حصل ده عملوا كده، بدأوا يشتغلوا تاني because they solved problems together. بسبب ان هم اشتغلوا مع بعض the garden looked great and they felt proud. وشعروا بالفخر. يعني قال لك لما اشتغلوا مع بعض الجاردن، الحديقة، أصبحت عظيمة، أصبحت جميلة. وبعد ما عملوا الحديقة دي اكتشفوا، حسوا وقتها بفخر بنفسهم إن هم نجحوا في عمل حديقة جبارة. المهم اللي حصل بعد كده after 3 months، بعد 3 شهور of hard work، من العمل الجاد، ايه اللي حصل؟ the garden looked amazing. الحديقة بقت رائعة. students، الطلبة بقى اللي كانوا بيتنمروا عليهم في الأول، started eating lunch outside، بدأوا ياكلوا الغدا بتاعهم بره. وكمان غير كده بدأوا يساعدوا أكتر في الحديقة. تاني حاجة surrounded by fresh tomatoes, lettuce and colorful flowers. بدأت بقى ايه يقعدوا في البنشات زي ما انت شايف كده، وحواليهم كل ما هم بيتغدوا حواليهم بقى ايه طماطم، تمام، ازهار ملونة، كل دي محاطة بيهم، كل دي محاطة ايه، محاطة بيهم، تمام. قال لك بعد كده عملوا كمان كافيتيريا. الكافيتيريا دي كانت بتستخدم using some of vegetables، كانت بتستخدم الخضار اللي كان بيتزرع جوه الجنينة دي. هنا زينة learned something about being a leader. زينة اتعلمت هنا حاجة مهمة جدا عن القائد. ايه بقى مستر؟ اتعلمت ان الجود ليدر، ان القائد الجيد had limit، لديه حدود. don't always have answers، مش شرط يكون عنده دايما الإجابات. وكمان is responsible، وهو مسؤول for both success and mistakes. والجزء ده مهم جدا في القصة. هي اتعلمت ان القائد او القيادة بشكل عام، من الليدرشيب بشكل عام had limit، لديه حدود.
don't always have answers، مش دايما عنده إجابات. it responsible is responsible، مسؤول for both، مسؤول عن حاجتين، success النجاح and mistakes والأخطاء، مسؤول عن السكسسز اللي هي النجاحات والميستيكس وعن الأخطاء. don't blame anyone، ما بيلومش حد for mistakes، ما بيلومش حد على أخطاء. تمام. worked with the team، بيعمل مع الفريق to find solution، بيعمل مع الفريق عشان يوجد الحلول. تمام. طيب نكمل. قال لك بعد كده students بقى، الطلبة نفسهم ايه اللي حصل لهم؟ learned about، اتعلموا ايه؟ دي زينة اتعلمت عن القيادة. اتعلموا الطلبة بعد كده عن حاجة اسمها الجلوبال responsibility، المسؤولية العامة. ايه المسؤولية العامة؟ تجاه البيئة المحيطين فيها. اولا استخدموا البنات دي عشان يزرعوا طعام كويس. they used natural fertilizers، استخدموا سمادات طبيعية. didn't use chemicals، وما استخدموش اي مواد كيميائية. other students، الطلبة التانية اللي كانت بقى بتتنمر عليهم والكلام ده، فجأة حبوا الفكرة وراحوا some offer to help، بعض منهم راح ان هو يساعد او عرض المساعدة. others enjoyed the garden، والاخرين كانوا بيستمتعوا بالحديقة. the garden project، المشروع بتاع الجنينة ده changed the students and made them team with shared goals. يعني المشروع ده عمل إنجاز. إيه الإنجاز؟ إن هو غير change the students، غير الطلبة and made them، وخلاهم team with shared goals، خلاهم فريق بيتشارك الأهداف. تمام. at the end of year، في نهاية السنة بتاعتنا، زينة looked around، بصت حواليها كده the ground and smile، بصت حوالين الجنينة وهي بتكبر والناس موجودة فيها وابتسمت. ابتسمت ليه يا مستر؟ ابتسمت عشان مشروعها نجح. وعرفنا ان thinking simple idea real green space with plants and life. يعني ايه الكلام ده؟ انها فكرت بان فكرة بسيطة جدا بمساحة صغيرة جدا، تمام، حقيقية من النباتات والحياة بقت موجودة، غيرت في كل البيئة المحيطة بيها. دلوقتي تمام students، الطلبة are more careful with school، دلوقتي بقوا حريصين جدا على المدرسة، ما بيرموش الحاجة زي الأول. throw less trash، بقوا بيرموا القمامة أقل من الأول، ما بقاش زي الأول أي حد بيرمي حاجة في الأرض كده. بقى في ناس إذا شفت الناس دي تعبانة والله لا مش هينفع احنا نرميها في الزبالة عادي. showed respect، بقوا يظهروا احترام for environment، للبيئة. نانسي، تعالى بقى نتكلم على أبطالنا إيه اللي اتغير فيهم. نانسي discovered love for growing and decided to study agriculture. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك نانسي اكتشفت انها بتحب الزرع وقررت انها تدرس الزراعة لما تكبر. اما نهى made a sing and drawing for garden inspire others science هنا science inspire others to do the theme. يعني ايه الكلام ده؟ نهى خلت بقى عملت ايه؟ عملت لافتات ساينس. تمام. لافتة في غلطة بس هنا ايه مطبوعية في الكتابة اهي. عملت لافتات and drawings ورسومات للجاردن، والرسومات دي inspire others، كانت تلهم الآخرين to do the same، إن هم يفعلوا نفس الكلام. أما بقى من ناحية أمل فجت قالت became a dedicated gardener and came early to water plants. قررت إنها تكون المسؤولة عن البستان ده، وقررت إنها تكون بستانية. يعني هي المتخصصة في إنها تيجي بدري كل يوم تزرع تروي النباتات ديت كل يوم وتهتم بيهم. أما زينة حبيبتنا
learned being honest built trust. اتعلمت ان انت لما being honest، ان انت لما تكون امين، ده هيبني build trust، هيبني الثقة. صعب ده؟ تعال نشوف الجزئية الأخيرة. جينا بقى في الشابتر الأخير خالص، عرفنا الأحداث اللي حصلت مع زينة. بعد كده next year، السنة اللي وراها، زينة became the president يعني رئيس، فهي هنا أصبحت رئيسة of student council، كانت رئيسة مجلس الطلاب. تمام. and had learned more، واتعلمت أكتر. اتعلمت إيه؟ اتعلمت الامبيشن، الطموح. قالت everyone has something special to offer. When we work together with respect we can solve any problem. قالت إن كل شخص تمام عنده شيء لا مؤاخذة. قالت إن كل شخص عنده شيء مميز ينفع يعرضه للناس، حاجة مميزة. When we work together، لما كلنا نعمل مع بعض with respect، بالاحترام، we can solve any problem، ممكن نحل أي مشكلة. Help student، مساعدة الطلبة، believe that they could change the school and world. الكلام ده بمساعدة الطلبة والحاجات دي، احنا لو الطلبة ساعدت بعضيها والكلام ده، هم بس مش ممكن يغيروا المدرسة، ده هم ممكن يغيروا العالم. أصبح عندها طموح أكتر. والجنينة the garden grow، بقت تنمو. added more plants، بقى بيبقى فيها نباتات أكتر. painted benches، وبقى فيها مجالس بنشات ملونة. created quiet spaces، بقى فيها أماكن هادية for reading، للقراءة. وأصبحت الجنينة دي كلها عبارة عن a symbol of teamwork، عبارة عن علامة للعمل الجماعي. We should learn، في نهاية القصة احنا يجب علينا أن نتعلم the moral، الدرس الأخلاقي ده ايه بقى؟ small ideas can lead to big changes. الفكر الصغيرة اللي انت ممكن تقول انها ملهاش لازمة lead to big changes، بتقود إلى تغيرات كبيرة. when people believe in them، لما الناس تؤمن بيهم. ده كده كانت القصة بتاعتنا، قصة The School Garden أو بروجكت، مشروع القصة. طبعا احنا عندنا أسئلة كتير جدا، ولكن الأسئلة عشان نوفر وقتي وقتك، أديك انت عرفت الأحداث. ونصيحة مني، ما تحفظش أسئلة، ولكن يا باشا جاوب الأسئلة بناء على معرفتك للأحداث. أدينا عرضنا الأحداث بتاعتنا، وأديك هتستلم تحت في الديسكريبشن الPDF اللي فيه الشرح اللي احنا شرحناه على البورد دلوقتي، وفي نفس الوقت بعض الأسئلة المهمة المتجاوبة اللي انت هتذاكرها. وهتلاقي كمان يعني ملف تاني، الملف التاني ده فيه أسئلة مش متجاوبة، انت هتجاوبها عشان احنا بنذاكر وشطار وجامدين، وهنحل كل حاجة مع بعض. وده كان فيديو القصة يا شباب. كل حاجة عن القصة ديك عرفتها من أحداث وتفاصيل وكل حاجة. شكرا عزيزي الطالب، أشوفك الفيديو الجاي. وما تنساش لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، تقول لنا رأيك في الكومنتات، وتشير الفيديو ده مع صحابك عشان احنا تعبانين عليه والله. وشكرا عزيزي الطالب، أشوفك الفيديو الجاي. روح لأمك. جينا الفيديو اللي بعد كده. الفيديو اللي بعد كده يا صاحبي، او الفيديو ده مهم جدا عشان بادئ بسؤال مهم جدا، وهو سؤال الديالوج. انا عارف السؤال ده عامل لك عقده في حياتك، بس معرفش ليه. والله العظيم الموضوع سهل خالص، الموضوع سهل جدا، يعني ما فيهوش اي مشكله بالنسبه لك. وان انت تعمل سؤال ده اسهل مما تتخيل. بص يا بيه، مبدئيا كده احنا عشان نعمل سؤال او نرد على اجابه، الوضع عندنا بيبقى مختلف شويتين 3. تمام؟ يعني هنمشي ببعض الاعدادات سوا،
يعني الحاجات سوا كده هنتفقوا عليها، ودي الحاجات اللي هتخلينا ان شاء الله باذن الله يعني نكون عملنا حاجه كويسه. بصوا يا ولاد، في طريقه كده انا بحبها، طريقه سهله وكلامنا فيها مش صعب. الكلام بتاعنا هيكون بالبلدي، تمام؟ انا عندي جمل بتجيلي في الديالوج، سؤال وانا عايز منه اجابه، او اجابه وانت عايز تكون عليها سؤال. حلو الكلام؟ حلو. فانا دلوقتي لو افترضنا ان انا عايز اكون سؤال، يبقى السؤال ده هيتكون من الاجابه اللي موجوده عندك، صح؟ صح. هطلع انا من هنا 1 2 3 واقول لك لو سمحت عشان تكون اي سؤال اسأل نفسك في كام فعل في الإجابة. هتطلع الإجابة بتاعتك على السؤال ده يا إما فعل واحد، يا إما فعلين جم ورا بعض، يا إما verb to be بس اللي هو فعل يكون فقط. حلو كده؟ يبقى تاني السؤال عشان أكونه بسأل نفسي في كام فعل عندي فين في الإجابة، وبناء عليه بروح عندي 3 قواعد، يا إما فعل واحد، يا إما فعلين، يا إما verb to be بس. لو فعل واحد يا صاحبي احفظ معايا، القانون بيقول لك أداة do does did فاعل مصدر. أداة do does did فاعل مصدر. تاني، أداة do does did فاعل مصدر. طب لو عندي فاعلين وجم ورا بعض يبقى الأول مساعد والتاني أساسي، يبقى أداة فعل أول فاعل فعل تاني. أداة فعل أول فعل إيه؟ تاني، والتكملة. طب لو عندك verb to be بس يبقى أداة verb to be فاعل بس. يبقى تاني مع بعض، تاني كده ايه مع بعض. لما اجي اكون سؤال عندي حاجه من 3، يا اما فعل واحد، يا اما فعلين، يا اما verb to be. لو عندك فعل واحد اداه do does did فاعل مصدر. لو عندك فعلين اداه فعل اول فعل تاني. طب لو عندي verb to be بس اداه verb to be فاعل بس. صعب كده؟ طيب حلو قوي. يبقى ده لما اجي اكون ايه؟ لما اجي اكون سؤال. لما اجي اكون ايه؟ سؤال. يبقى تاني عندي سؤال بسأل نفسك فيه كام فعل، هلاقي عندي 1 يا اما 2 يا اما verb to be بس. لو 1 أداة do does did فاعل مصدر. لو فعلين أداة فعل أول فعل تاني. لو verb to be بس أداة verb to be فاعل بس. طبعا في بعض الثوابت المهمة بالنسبة لنا، لما تلاقي حضرتك I أو we في إجابة وأنت هتطلعها فوق في السؤال، أو تلاقي me أو us في إجابة وأنت هتطلعها في السؤال، أو تلاقي my أو our في إجابة وأنت برضه هتطلعها فين؟ في السؤال. بص هتعمل إيه؟ I we تبقى you، me us تبقى you، my our تبقى your. أي حاجة تانية طلعها زي ما هي. ما تنساش برضه إن أنت لما تلاقي I am في إجابة فدي بتتحول، ولما تلاقي I was في إجابة دي برضو بتتحول. طب لو أنا لقيت I am a mister هحولها إلى are you. طب لو لقيت I was a mister هحولها إلى were you. صعب كده؟ بص بقى، ثبت الشاشة عندك أو وقف الفيديو، خد سكرين شوت، انقل الكلام ده في كراسة قدامك أو في ورقة قدامك، وتعالى عشان تحل معايا. طبعا انت عارف قبل بس ما تعمل ده ان انا لو هسأل سؤال بمعنى هل يعني اجابته يس او نو يبقى انا بس هشيل الاداة. حلو؟
فلما اشيل الاداه هبدا بالفعل المساعد على طول. ده رقم 1. رقم 2، انت حافظ ادوات الاستفهام فانت مش محتاج ان انا اراجعهم لك. تمام. الرقم 3 وده الاهم، لازم وانت بتحل تتخيل المحادثه. يعني لازم تحط نفسك جوه الحدث، اتفقنا؟ وتعيش جوه الموقف. وقف بقى الشاشه واعمل اللي انا بقول لك عليه ده، وانقلها او اعمل اي حاجه وتعالى تاني. بص معايا بقى للمحادثات اللي موجوده معاك دي. طبعا خلينا نكونوا مع بعض كده ايه عارفين ان الPDF بتاع الحاجه اللي انا بشتغل عليها البورد هتلاقيها في الديسكربشن تحت، فانت حملها واشتغل منها. انما لو انت معايا في السيشن فانت اوريدي خدت الكلام دوت ورقي، فانت بتحل بس معايا. حمزه is at a mobile phone shop looking for a mobile to buy. حمزه موجود في محل موبايلات بيدور على تليفون عشان يشتريه. طيب الاسيستنت هنا او الشخص اللي داخل دي محادثه بيع وشراء. انا كده خدت خلاص، عرفت ان هو طالما في محل او ايا كان نوع المحل ايه، شرط محل بقى تليفونات، انا خدت ان دي محادثه بيع وايه وشراء. فالاسيستنت هنا بيقول له جود ايفنينج، مساء الخير يا فندم، كان اي هيلب يو، ممكن اساعدك؟ فرد عليه قال له جود ايفنينج، مساء الخير. اكيد هيرد يقول له يا مستر. انت معود نفسك ان انت لما تلاقي كان على طول وانت مغمض بتستخدم يس او نو، صح كده؟ بس احنا مش هنعمل كده. ليه؟ لما انا عرفت ان المحادثه محادثه بيع وشراء، في حاجات كده معينه في البيع والشراء لازم تبقى عارفها. يعني مثلا تعالى كده نفتح البورد ونشتغل عليها. تمام. تعالى نعمل ايه، نعمل صفحه جديده خالص اهي. بص يا بيه، لما يبقى عندك محادثه بيع وشراء، طالما انت وصلت لمرحله البيع والشراء دي، في بعض الاسئله اللي لازم تبقى اجابتها ثابته. زي مثلا لما يجي يسالك ويقول لك how can I help you او can I help you، ازاي اقدر اساعدك؟ ده اللي بيقولها البائع. فردك عليه هيبقى لو في كان هتقول له يس، وبعد كده تقول له كده I'd like to buy a او an not. تمام؟ يعني احنا استخدمنا الصيغه دي كصيغه مؤدبه. ممكن انت تستخدم بقى تقول له ايه I want to buy a or an not، انت عايزه. خلاص. فالراجل اللي يسألك ده بقى هيجي يسألك على نوع الحاجة دي، فممكن يقول لك ايه what ويعمل معاها كذا حاجة، 1 2 3. يقول لك what color، يقول لك what size مع حجم، او what kind of ويكتب لك اسم الحاجة اللي انت هتشتريها. خلاص. ويجيب لك بعديهم ايه بقى would you like. استنى بس كده عشان انا عملت غلطة، نعمل كده. تمام. ويلا بينا تاني. would you like، او يقول لك do you want مكان would you like. تمام. ساعتها تقول له إجابة ثابتة I'd like a أو an not one. والله لو هو سألك color يبقى أنت هترد عليه بلون، فتقول له مثلا red. لو سألك size قول له يا عم 43.
او ميديوم او لارج، خليها لارج احسن وثبتها معاك لارج دي. لو قال لك kind of قول له مثلا يا عم smart one، لان هو في الطبيعي لما يسالك what kind of كذا يبقى انت هتقول له a smart one. يبقى انت الغي من حساباتك الان وخليك دايما مع الان، وحط حاجه من التلاته دول على حسب اللي بيستخدمها معاك. بعد كده بقى يبدا يسالك how much is it. ولو انت بتسال على حاجه ممكن يقول لك can I try. الحاجات دي كانت سهله. تمام. ما تنساش ان في لفظ مهم جدا معانا، اللفظ ده اسمه here you are. يعني ايه here you are؟ معناه اتفضل. اللفظ ده مهم جدا معانا. طيب تعال نشوفه كده مع بعض. الحل معانا good evening، مساء الخير، can I help you، ممكن اساعدك. يبقى هو هنا هيرد ويقول له ايه؟ good evening، انا عايز اشتري تليفون اهو. I'd like to buy a موبايل. وزي ما هو كاتب موبايل فون بقى، كتب موبايل بس، اكتب الحاجة اللي هو عايزها. فرد قال له we have a good collection، احنا عندنا مجموعة جديدة جيدة of new mobile phones، من الموبايلات الجديدة. سأله سؤال، إجابته قال له it's a great one، ده رائع. فهو هنا قال له رأيي، خلي بالك قال له ده رائع. هنا رأيي، هنا ده رأيي، هنا ده رأيي. تمام. قال له ايه عشان يقول له ده؟ خلي دايما عندك تخيل، دايما عندك ايه؟ تخيل. ايه التخيل اللي موجود عندك؟ حط نفسك في المحادثه. لو سمحت تقدر اساعدك يا فندم؟ مساء الخير، ممكن اساعدك؟ انا عايز اشتري موبايل. لا ده احنا عندنا حاجات كويسه جدا. قال له حاجه، سأل له سؤال، فرد قال له ده جميل جدا، ده عظيم جدا. يبقى قال له ايه رايك في ده؟ تمام. طب ايه رايك دي بقى معناها ايه؟ what do you think of this one؟ ماشي، بس بدل كل ده اكتب له كده what about this one؟ ايه رايك في هذا؟ فرد وقال له ده رائع. سأله سؤال، قال له it's 8000 pounds، ده 8000 جنيه. يبقى قال له كم ثمنه؟ يلا how much؟ اسمع بقى، احنا حطينا اداه الاستفهام how much، شيء كلمه تدل على الاجابه. هنعتبر نفسنا ان احنا ما نعرفش حاجه، وهنطبق القواعد اللي احنا خدناها في اول الفيديو. تمام. عندي فعل واحد اسمه verb to be، يبقى اداه verb to be فاعل بس. طيب فين verb to be هنا؟ it is، يبقى هنا is. والفاعل بس اسمه it، يبقى هنا it. صعبه دي؟ ايه اللي بعد؟ قال له لا it's too expensive، ده غالي جدا. تمام. فقال له جمله، وركز في جمله، ورد وقال له what about this، ماذا عن هذا؟ it's cheaper and made in America، ده ارخص واتعمل في امريكا. يبقى هو قال له انا عايز واحد ارخص. تمام. انا عايز واحد ارخص دي جبتها انا منين؟ من التخيل، ما جبتهاش من ان انا لقيت اجابه ويلا نقلت، لا. طب انا عايز هعملها ازاي؟ مش انت هنا كنت بتستخدم I'd like to buy مش عارفه ايه، وتحت انا جيت من شويه قلت لك احنا هنستخدم كلمه I want مثلا a or an red one والكلام ده. طب ما هي I want to buy، نمسح كده ونقول a cheaper one، انا عايز واحد ارخص. فانت جبت منين cheaper يا مستر؟ اهي. تمام. ما بجيبش حاجه من عندي. يبقى what about this one؟ طب ايه رايك في ده؟ ده ارخص ومصنوع في امريكا. قال له really؟ حقا؟ سأله، قال له جمله، فرد قال له that's a good choice. يبقى هو قال له انا هاخده حقا. I will take this. الفرق ما بين السنة اللي فاتت والسنة دي
في الديالوج ان هو معتمد معاك على ان انت تحط نفسك جوه الموقف. لو حطيت نفسك جوه الموقف هتعرف تجاوب، ما حطيتش نفسك جوه الموقف مش هتعرف تجاوب. تمام. فقال له ده اختيار جيد. قال له ثانكس a lot، شكرا كثيرا. السؤال التاني يا شباب، السؤال التاني بقى بيتكلم عن حبيبة and سلسبيل met after a long absence، اتقابلوا بعد غياب طويل. حبيبة وسلسبيل بيتكلموا، فحبيبة قالت هاي I haven't seen you for a long time، انا مشفتكيش من وقت طويل جدا. Where have you been؟ كنت فين؟ فقالت لها جملة How was your holiday؟ وكيف كانت العطلة؟ فقالت لها جملة. فجت سألتها سؤال، ردت عليها قالت لها We went to the north coast، احنا رحنا الساحل الشمالي. It's such an amazing place، ده مكان رائع. قالت really حقا؟ Did you go with your parents؟ رحتي مع باباك ومامتك؟ فردت قالت لها إجابة I went with my cousins، مع ولاد عمي. فقالت لها سألتها سؤال، فردت عليها قالت لها yes I took many pictures، أو بنات عمي أنا أخدت العديد من الصور. I will post them on my Facebook today، هحطهم على الفيسبوك بكرة، النهاردة آسف. فيلا بينا كده مع بعض. Hi I haven't seen you for a long time، where have you been؟ كنت فين؟ فهي قالت لها أنا كنت في عطلة. طب يلا بينا نقولها إزاي؟ دي الجملة بتاعت الإجابة لازم تبدأ بفعل. لو أنا عندي يو الفاعل بتاعها لما يجي يتحول يبقى اي، فدي راحت. بعد كده ببص هنا وابص هنا اشوفهم هما الاتنين ينفعوا يجوا ورا بعض ولا لا. ينفعوا يجوا ورا بعض. الحاجه الوحيده اللي ما تنفعش تيجي ورا بعض دو داز وديد. لما يبقى في دو في السؤال لازم الفعل ينزل في المصدر، لما يبقى في داز لازم الفعل اخره اس، لما يبقى في ديد يبقى لازم الفعل اللي جوه ينزل ماضي. فانا دلوقتي لقيت هاف وبين يبقى ينزلوا ورا بعض، هاف وبين اهي. انا كنت في اجازه مستر، ما هي قالت في الساحل الشمالي فانا هاخد الساحل الشمالي. لا، لو هي قالت الساحل الشمالي يبقى هي تحت هتسالها انت كنت رحتي فين، فقالت لها رحت الساحل الشمالي. هل ده منطقي؟ لا. فهي قالت لها انا كنت في اجازه. طب كنت في اجازه دي معناها ايه بقى؟ الاجازه كلمه هوليداي، عشان هي كده سالتها كيف كانت العطله، يبقى I've been on holiday. تمام. انا كنت في عطله، كلمه هوليداي بتاخد on. طيب فقالت لها how was your holiday؟ كيف كانت عطلتك؟ فهي من واضح من الكلام انها استمتعت، فهنعمل كده your holiday، يا تنزلها تقول لي my holiday دي الفاعل، يا اما تعوض عنها بيت اهي ده الفاعل. عنديش غير فعل واحد اسمه was، نزله يبقى it was، وحط اجابتك بتاعت how amazing. بس كانت رائعة. فجت قالت لها سألتها سؤال، قالت لها we went to the north coast، وانتهت الجملة هنا. يعني الجزء ده انا ماليش دعوة بيه. احنا رحنا الساحل الشمالي، يبقى انتوا رحتوا فين؟ صح؟ طيب فين دي معناها ايه؟ where دي أداة استفهام تشيل المكان، يبقى the north coast، وادي تو راحت. اسأل نفسك في كام فعل؟ لقيت عندي فعل واحد اتبقى اسمه went. طيب يبقى أداة دو داز ديد فاعل مصدر. طب احنا حاطين لنا أداة، يبقى أنا عايز دو أو داز أو ديد. went دي ماضي يبقى هطلع منها ديد. الفاعل بتاعي وي يبقى يو. بعد كده الفعل في المصدر went تبقى جو. بس كده خلصت. يبقى where did you go؟ أين أنت ذهبت؟ قال له really حقا؟ did you go with your parents؟ رحتي مع باباك ومامتك؟ عارفك اول ما انت بتشوف كده بتقول لي yes of course او yes sure. اقول لك لا استنى، قالت لا I went with my cousins، رحت مع بنات عمي. اكيد ما راحتش مع ولاد عمها او بنات خالتها. فانا هنا الاجابه لا، يبقى انا هنا نو. اكمل يا مستر؟ لا. يا اما تقول نو وتسكت، بس هنا في نقطه. طالما هنا في نقطه يبقى هو عايز اجابه كامله. يبقى يلا بينا اعمل مقص وحط نوت. يو بتنزل اي ودي بتنزل،
تمام، بس هتبقى didn't. صعبة؟ نكمل. سألت سؤال إجابته كانت yes، أيوة. I took many pictures، أنا أخدت العديد من الصور. يبقى هي سألتها هل أنت أخدت العديد من الصور؟ فالإجابة كانت أنا أخدت العديد من الصور. السؤال بهل هو نفس السؤال بأداة بس من غير أداة استفهام. يبقى اسأل نفسك فيه كام فعل، فأنا لقيت عندي فعل واحد اسمه took ماضي، يبقى أداة، يبقى مفيش أداة، يبقى did. فاعل مصدر، يبقى هنا did you عشان فاعل، والفعل في المصدر did you take pictures. بس صعب ده. طيب السؤال ده بيقول لك a tourist asks the policeman the way to the Egyptian museum. سايح بيسأل البوليس ان هو رايح في الطريق للمتحف ايه المصري. فالسايح بيقول للبوليس can you help me، ممكن تساعدني من فضلك. اكيد البوليسمان هيقول له ايه yes sure، ايوه بالطبع. فالتورست رد عليه السائح قال له how can I go to the Egyptian museum، ازاي هروح المتحف المصري. فقال له جمله، فسأله سؤال قال له no it's not far very far، لا ده مش بعيد. يبقى بعد كده سأله سؤال قال له you can see many ancient objects there، ممكن تشوف اشياء قديمه هناك كتير. فقال له ثانكس، هيرد عليه ايه؟ طبعا انت لما تشوف كلمه ثانكس الرد عليها you are welcome. خلاص. ازاي اروح هناك؟ قول له بقى اي مكان، باي وسيله وصلات، بس لازم تعمل كده. ده الفاعل يبقى يو، هعمل دايره كده ودايره كده، الاتنين ينفعوا يجوا مع بعض. يبقى you can go to the Egyptian museum، واحط هناك مثلا باي تاكسي. مستر ما ينفعش اقول حط باي تاكسي على طول، لا لازم تكتب اجابه كامله. فهنا سأله السؤال بهل، معناه هل هو بعيد؟ قال له لا ده مش بعيد جدا. يبقى هعمل ايه؟ لما تلاقي الاجابه عندك بنو، شيلها هي وبنت خالته واعمل مقص بين ونزل الجمله تاني. لما تلاقي اجابه عندك بنو هشيلها هي وبنت خالته نوت واعمل مقص واكمل الجمله. يعني يا مستر هعمل كده مقص ما بين شلت نو وشلت نوت، هعمل مقص ما بين حاجتين is وإيت. يبقى هبدأ السؤال عندي بإيز وأحط وراه إيت. كمل باقي الجملة، فاضل كلمة إيه؟ very far. يبقى is it very far؟ فرد عليه قال له لا ده مش بعيد جدا. سأله سؤال تاني قال له you can see many ancient objects، أنت ممكن تشوف هناك حاجات قديمة كتير. يبقى أنت ممكن تشوف إيه هناك؟ إيه يعني what؟ فهو شاف إيه هناك؟ many ancient objects. يلا بينا فكر معايا، عندي كام فعل هنا؟ 1 2، يبقى أداة فعل أول، فعل تاني. طب يلا بينا، الفعل الأول اسمه كان، ما أنا حطيت الأداة. يو هتبقى أي. بعد كده فعل تاني سي، فاضل إيه ما نزلش؟ زير، نزله. اللي يفضل بعد ما تشطب وتخلص حاجتك فنشه، حطه كده وخلصه. تمام. هنا كريم and حسن are talking about their plans. كريم وحسن بيتكلموا عن الخطط بتاعتهم. فكريم بيقول لحسن هاي حسن would you like to visit الأورمان جاردن with me؟ ممكن بقى يشيل لك الأورمان جاردن دي يا صاحبي ويحط لك مكانها الجراند ايجيبشن ميوزيوم. خلي بالك، هل ممكن ان احنا نزور حديقة الأورمان معايا؟ فرد عليه قال له نقط، وبعد كده قال له I prefer to go somewhere indoors، أنا حابب إن أنا أخش مكان داخلي. يبقى هو ما عجبتوش الفكرة. تمام؟ يبقى هقول له نو مستر، لا استنى رد يعني رد كويس. تمام؟ قول I wouldn't مثلا زي ما هو كاتب I would prefer، يبقى I wouldn't prefer
مثلا اهو prefer that. حطي نفسك في الجملة. انا ما بحبش ده، حبيتش ده، مش بفضل ده. ممكن تقول I disagree with you او that's a bad idea، لان ده بالنسبة له اقتراح. فممكن اجي اقول لك لو اقتراح هتقولي that's a good idea لو انت موافق، او that's a bad idea لو انت مش موافق. سأله سؤال قال له great، عظيم. I wanted to visit the library. انا عايز اروح المكتبة. تمام، يبقى هو ايه اللي قال له great، عظيم. طيب فهو قال له حاجة، بعد كده رد عليه وقال له عظيم انا عايز اروح ازور المكتبة. ايه الحاجة اللي قالها له كريم؟ يبقى هنا كريم بيقول له انا موافق معاك في اي حاجة. تمام، فهل انت عندك فكرة في الموضوع عايز تروح فين؟ تمام، او انت عايز تروح فين مثلا؟ فهقول له where تدل على المكان، يبقى المكان the library. سيبك من الجريد ديت موجودة، طنشها. يبقى where عندي فعل واحد اسمه want. مثلا عندي فعلين want و visit، لا في تو في النص ما بينهم، فده فاصل ما ينفعش. وحتى لو لقيت فعلين ورا بعض لازم الفعل الاول يكون مساعد من verb to have او verb to be او verb to do او modal verb. فوانت دي بتطلع منها do. ليه؟ عشان فعل في المصدر. I هتبقى you. خلاص. want تنزل، وبعد كده to visit. طب انت عايز تروح فين؟ او go، خلينها احسن جو. انت عايز تروح فين؟ فمجايم قايل له حسنا انا عايز اروح المكتبة. فرد عليه بسؤال قال له I like reading exciting stories. انا بحب اقرا قصص مثيرة. يبقى ما نوع القصص اللي انت بتحب تقراها؟ او بتقرا ايه؟ مش لازم ما نوع القصص، بتقرا ايه؟ يبقى بتقرا ايه دي what. طب هو بيقرا ايه؟ exciting stories. عندي كلمة like، ده الفعل الوحيد، يبقى أداة do does دي فعل مصدر. like يطلع منها مصدر do. I تبقى you اهي، والفعل في المصدر like واحط وراها reading. تمام اهو، ماذا تود ان تقرأ، بس كده. how can we go there، ازاي نروح هناك؟ فقال له بحاجة، بوسيلة. وبعد كده رد عليه قال له we can meet tomorrow at the bus station. ممكن نقف في موقف الاتوبيس او في محطة الاتوبيس. يبقى احنا هنروح ازاي؟ بالاتوبيس. فهو بيقول له ازاي احنا هنروح، يبقى الاجابة we can. اهو نزلنا we لان احنا هنفضل احنا. حط كان وجو، ينفع يجوا ورا بعض؟ يبقى كان جو. فاضل كلمتي ما نزلتش زير اهي، يبقى انا خلصت دول. فاضل هاو، يبقى احط الوسيله باي باص. قال له خلاص احنا ممكن نتقابل هناك. تمام، فرد قال له ايه؟ اوكي. بس كده. صعب ده؟ ايه السؤال اللي بعد كده يا شباب؟ كنزي is asking ليلى about a novel she has read. هنا كنزي بتسأل ليلى عن رواية، الرواية دي هي قريتها. فبتقول لها what are you doing ليلى؟ بتعملي يا ليلى؟ فردت قالت لها إجابة. فردت عليها وقالت لها a novel. كالعادة القلم بيعملها معانا، فبنعمل كده ونروح نحط الأحمر كده عشان احنا بنحب اللون الأحمريقة، ونبعد على الأسوديقة بقى شوية عشان اللون قذر. نيجي بقى للجزئية دي المهمة جدا. قالت لك what are you doing. كنا بنقوله في المحادثة يا شباب لما يكون عندك إجابة وهنعمل فيها سؤال، كنا بنقول إن احنا نعمل إيه؟ I am بتبقى في الجملة are you. يبقى أنا لما ألاقي are you في السؤال هتتحول في الجملة تبقى I am. I am. عندما تتحالف قوى الطبيعة ضدك تكون هذه النتيجة. فبالتالي هنروح نعمل كده ونعمل كده، إن شاء الله يشتغل. تبقى I am. أو لما نلاقي I am في الإجابة بتبقى are you في السؤال. لما نلاقي are you في السؤال بتنزل تبقى I am. ومكان doing هنا هقول هي بتعمل إيه، فأكيد الإجابة كانت a novel، وأكيد هي كانت بتقرأ.
يبقى بتقرأ دي تبقى I am reading. صح؟ يبقى I am reading. أنا بقرأ. طب بتقرأ إيه؟ أصل هي مش معقولة هتقول لها I am reading أنا بقرأ وهسكت. فهي تقول لها رواية نوفل. أكيد لأ. هي هتيجي هنا جت قالت لها أنا بقرأ حاجة. بص يا بيه، عود نفسك دايما لما تلاقي نقط وجا بعدها كلمة أو جملة فيها علامة تعجب، يبقى هو عايز الكلمة أو الجملة دي تتنقل في اللي فوقيها. طيب تعال نشوف كده. يبقى I am reading a novel. أنا بقرأ رواية. آسف، معايا دور برد مجنني. فقالت لها that's great a novel رواية that's great عظيم. سألتها سؤال كانت إجابتها I started reading it last week. أنا بدأت في قراءتها الأسبوع اللي فات. يبقى إمتى أنت بدأت في قراءتها؟ صح؟ إمتى يعني؟ متى يعني؟ when. طب وين هتشيل إيه؟ last week. يلا بص معايا، عندي كام فعل؟ مستر ايه؟ عندي فعلين يا مستر. فين؟ started reading. برافو عليك جحش. تعال، قلت لك دايما لما يكون عندي فعلين جم ورا بعض الفعل الاول لازم يكون مساعد والتاني يكون اساسي. حلو. والافعال المساعده يا verb to have يا verb to do يا verb to be. هل started دي verb to have او verb to do او verb to be؟ لا طبعا يا صاحبي. يبقى بالتالي انا عندي فعل واحد بس اسمه started. ثم ان reading دي معناها القراءه. معناها ايه؟ القراءه، وليست معناها يقرا. يبقى started هنا فعل واحد، والفعل الواحد هنطبق عليه قاعده الفعل الواحد. أداة ديد فاعل مصدر. أداة ديد فاعل مصدر. يبقى دي الأداة يا باشا أنت حاططها وين؟ طلع منها ديد أهي. بعد كده الفاعل اي تبقى يو. بعد كده الفعل في المصدر يبقى اسمه start. بعد كده علامة الاستفهام. يبقى when did you start؟ بس في نقطة أنا نسيتها. كلمة اللي اتبقت reading it. فما تعملش زي عمو حمادة وتستعجل. ليه يعني يا مستر؟ قال لي مش معنى ان انا اداة دي فعل مصدر يبقى انا كده خلصت. لا، هشوف اللي بتبقى. شايف انا بعمل ايه؟ مع كل واحدة بجاوبها وبشطب عليها، فبتبقى لي كلمتين او كلمة فبحطهم زي ما هما. reading it. كنزي ردت عليها بسؤال، فجت قالت لها the writer is called Charles Dickens. باين من اسمها the writer الكاتب is called يدعى تشارلز ديكنز. يلا، يبقى مين هو الكاتب؟ حلو. طب مين ديت معناها ايه؟ هو. طب هو ديت بتسأل عن فاعل او مفعول عاقل. طب مين اللي سألت عليه؟ ها، حلو الكلام. بص بقى، انت هنا اول غلطة غلطتها. مش معنى انك لقيت الاسم يبقى انا كده تمام. انا هنا بسأل عن ما اسم الكاتب، مش مين هو الكاتب. بتطوعني انت وبتمشي معايا، لكن مخي هنا مش شغال. شغل دماغك. هل يجوز اقول لك مين اسم الكاتب او مين هو الكاتب فانت ترد عليا تقول لي انه يدعى كذا؟ طب انا دلوقتي عايز اسال السؤال يا مستر هعمل ايه؟ قال لي بص يا حبيبي، نرجع تاني بالراحه واحده واحده مع بعض. من هو الكاتب؟ هقول لك انه يدعى كذا. لو هتعرف تكتب من هو الكاتب ماشي. Who is the writer؟ طب لو انا عايز ما اسم الكاتب، ما يعني ايه؟ what بتسأل عن ايه؟ تسأل عن مفعول. فين المفعول؟ تشارلز ديكنز. عندي كم فعل؟ فعلين. is والتصريف الثالث. اذا مصر اشمعنى؟ قلت لك لازم يبقى لو في فعلين ورا بعض يبقى الاول مساعد والتاني اساسي، والافعال المساعده verb to be verb to have verb ايه؟ to do. برافو عليك يا سما. نيجي هنا نحطه فعل أول، أداة فعل أول، فعل تاني. يبقى أداة أهي، فعل أول أهو، فاعل the writer، أهو. وبعد كده فعل تاني اسمه called. ماذا يدعى الكاتب؟ في حاجة تانية نحطها؟ لأ.
نخش على اللي بعديه. What is the title of the novel؟ ما هو عنوان الرواية؟ فعنوان الرواية هنا كان رد عليه بإجابة. باشا 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 باشا، ركز معايا بالله عليك. من شوية قلت لك ايه؟ من شوية قلت لك وانت ب... بتحل، لو لقيت نقط وبعدها كلمة أو جملة آخر علامة تعجب يبقى هو عايز الكلمة دي فوق. فأنا عندي كلمة أوليفر تويست بعدها علامة تعجب قبلها نقط، يبقى هو عايز أوليفر تويست فوق. يبقى في الإجابة عشان تعرف العنوان تمام يبقى أنا محتاج أوليفر تويست. يبقى يلا بينا، فين الفاعل؟ بص على خانة الفعل، كل ده فاعل تمام. The title of the novel هو ده الفاعل بتاعك. طب ممكن تعوض عنها بايه؟ ممكن نعوض عنها بإيت تمام. فاجي اقول لك eat والفعل عندي is، يبقى دي راحت ودي راحت. فاضل لك ايه؟ Oliver twist. بس يا معلم اهي. صعبة؟ لا. المهم قال لك is it an exciting novel؟ هل هي رواية مثيرة؟ تشارلز ديكنز ما بيعملش حاجة وحشة، بيعملها كئيبة بس تمام. فهي اكيد طالما بتقراها بقالها اسبوعين يبقى اكيد، فيبقى نقوله yes sure. صعبة؟ لا. شوف اللي بعده. Father is talking to his son about the exam. الأب بيتكلم مع ابنه عن الامتحان. نفس المحادثة اللي هتلاقيها مع باباك أيام النتيجة لما تجيب النتيجة بتاعت الامتحان. نفس المحادثة اللي هتلاقي باباك بيسألك ويقول لك يا حبيبي عملت إيه بعد ما خلصت الامتحان؟ كله مية مية يا بابا، كله فل فل يا بابا. وتبكي حضرتك في الركن الهادئ داخل الحجرة، تبكي وتبكي وتبكي. أي نعم أنت ما كانش عندك دم، ما كنتش عمال بتذاكر. كان في مدرسين كتير بتقول لك يا ابني ذاكر يا ابني ذاكر يا ابني ذاكر. فاكرهم؟ منهم مدرس قصير كده اسمه احمد خالد. بس ماشي. تعالى. Father is talking to his son about the exam. الأب بيتكلم عن ابنه مع ابنه عن الامتحان، فبيقول له What did you do in the Arabic language exam؟ عملت ايه في امتحان العربي يا غالي؟ فقال له إجابة، قال له congratulations، مبروك on getting high marks، مبروك على حصولك الدرجات النهائية. اقف. ايه عملت ايه؟ انا كنت هقول له مستر اي ديد ويل وخلاص، انا عملت كويس والدنيا تمام. هنا لازم تقول له انا حصلت على الدرجات النهائية. طب هتقولها له ازاي بقى؟ او انت عرفت الاول منين يا مستر ان هو حصل على درجات نهائية؟ من congratulations، من مبروك، on getting high marks. ما كلمة getting high marks ان هو معناها حصولك على الدرجات النهائية. يبقى هو عايز يقول انا حصلت على الدرجات النهائية. يبقى هنا ده سؤال من تأليفي. لا مش تأليف انا كأحمد، تأليفك انت كطالب جوه الامتحان. لازم تتخيل المحادثة، فساعتها مش هتكتب معاك عادي خالص، مش هتكتب عادي. تعال نشوف كده تكتب. يا سلام عندما تتحالف قوى الطبيعة ضدك اهو. فانا هكتب، هو يكتب، فهو ما يكتبش الحمد لله كتبت. فهقول I got ايه بقى؟ ليه حطيت got؟ عشان الماضي بتاع get. I got high marks. بس انا حصلت على الدرجات النهائية. فقال له مبروك يا ابني على الدرجات النهائية اللي انت حصلت عليها. طيب يبقى دي كانت إجابة من تأليفنا، عشان كده عملناها لون أزرق. فتعال نشوف. عمر هيرد يقول لأبوه إيه؟ لما أبوه قال له مبروك هيرد عليه يقول له مبروكيني، thanks أو thank you، شكرا. سأله سؤال قال له I would like to buy me a smartphone please. أنا عايزك يا بابا. سأله هو بابا سؤال، فرد عليه قال له أنا عايز يا بابا تشتري لي موبايل جديد لو سمحت، تفاحة أو تلات كاميرات 127,000 جنيه. ساعتها باباك هيقول له ماله حبيبي برافو. فهو هنا قال له انا عايزك تشتري لي سمارت فون بليز، عايزك تشتري لي تليفون ذكي من فضلك. يبقى عايزني اشتري لك ايه؟ ايه دي معناها ايه؟ ايه معناها وات.
حلو. طيب عندي كام فعل؟ عندي 2. would و like. يبقى أداة فعل أول فعل تاني. الأداة شالت الأول a smartphone. فيلا بينا. أداة الفعل الأول would أهو. فاعل I بقى يو أهو. فعل تاني اسمه like أهو. في حالة بقى to buy me. ادي يا عم to وادي باي، بس اجي على مي واخليها يو. اي وي تبقى يو، مي اس تبقى يو، ماي اور تبقى يور. ارجع لاول الفيديو بتاع الدايلوج هتلاقيه كاتب لك الكلام ده. ركز يا عالي. تعالى اللي بعده. سأله سؤال قال له because I like communicating with my friends. لأن أنا بحب أتواصل مع أصدقائي. باشا طالما because يبقى السؤال لماذا؟ لماذا يعني واي صح؟ لو كتبت واي وسكت يبقى أنت حمار. آسف يعني. آسف. ليه؟ أنت في تالتة إعدادي ومش عارف تكون سؤال، عيب والله. بس يجي أخوك أحمد خالد يقول لك إيه؟ لو أنت جيت قلت واي هتلاقي إحنا بنحط أداة الاستفهام بنشيل الإجابة. فالإجابة بيكوزو أخواتها، يعني بيكوزو اللي بعدها. حلو؟ يعني كل ده ملوش لازمة. دي الإجابة على الأداة. أنت مصر يعني مش هكون جملة من هنا؟ لأ. أمال هعمل إيه؟ لما ما تلاقيش إجابة تكون منها سؤال، اطلع على السؤال اللي قبليه وغير أداة الاستفهام. يعني بص كده، فين السؤال اللي قبليه اللي أنت لسه عامله؟ وات. شلت وات حطيت واي. كمل. وات would you like to buy a mobile أو a smartphone. أي سمارت فون. طب أنت ليه عايز تشتري موبايل؟ ليه عايزني أشتري لك؟ would you like to buy you. ماشي. would you like to buy a smartphone. ليه عايزني أشتري موبايل؟ ليه أنت عايز تشتري موبايل؟ فقال له عشان كده. Do you know how to use it؟ عارف ازاي تعمله؟ تستخدمه؟ فالولد اكيد هيقول له ايه؟ Yes sure. السؤال الذي يليه. فريدة and هدى are talking about shopping. تمام، بيتكلموا عن التسوق. ففريدة بتقول له هدى yesterday امبارح I went to the market. رحت السوق. سألتها سؤال. قالت لها I went with my mother. يبقى انت رحتي مع مين؟ مع مين دي بقى معناها ايه؟ هو ديت هتوديني شيل مين؟ ماي ماذر. يلا عندي كام فعل؟ 1. أداة دو تصديد فاعل مصدر. طب ده ماضي يطلع منه did. ادي أداة did فاعل I يبقى you. الفعل في المصدر اسمه go. فاضل كلمة with. تمام. في حاجة تانية احطها؟ لا. what did you buy؟ اشتريته ايه؟ فقالت لها حاجة. فبعد كده انا هاجي مصر اكتب بقى اشتروا خضار اكيد. لا استنى، لازم نقرا. متعملش زيي انا عشان فاهم انت لسه. ابدا قول من واحده واحده، اقرا المحادثه لغايه الاخر. what did you buy؟ انت اشتريتي ايه؟ طب اشتريته ايه؟ معرفش. تمام. فبعد كده جت قالت لها what color is that carpet؟ السجاده دي لونها ايه؟ يبقى هم اشتروا ايه؟ اشتروا سجاده. يبقى هنا ادي اليو تنزل تبقى اي. لا. ليه؟ هي راحت مع مين؟ هي امها. يبقى انا لما اجي اقول لك انتوا اشتريتوا ايه هترد تقول له احنا. يبقى وي. فهمت. ادي وي. بص الديد وبص اليو. قلت لك جميع الافعال اللي بتيجي في السؤال ورا بعض ينزلوا ما عدا لو كان الفعل المساعد بتاعي دو او داز او ديد. يبقى ديد دي تخلي الفعل ده ماله في الماضي. يبقى وي بوت. احنا اشترينا. طب اشتريتوا ايه؟ carpet. carpet.
اشترينا سجادة. فردت قالت لها what color is that carpet؟ لون الكاربت دي، لون السجادة دي ايه؟ فقالت لها نقط، قالت لها إجابة. فردت عليها هدى قالت لها oh red is wonderful color، ده لون جميل جدا. يبقى هي كان لونها ايه؟ أحمر. يبقى أنا ساعتها هاجي أقول لك it is red. طب انت قلتها ليه يا مستر is red؟ ماشي تعالى، شايف ذات كاربت دي؟ عوضت عنها بإيت. is نزلت، what color حطيته red. فيها مشكلة؟ فيها مشاكل؟ طيب تعالى هنا سأل سؤال إجابته قالت لها it's 500 pounds، ده 500 جنيه. يبقى how much؟ كام التمن؟ يبقى ادي يا عم how، وادي يا عم كلمة much. خلاص؟ how much دي ايه؟ is، ودي ايه؟ it. يبقى how much is it؟ how much is it؟ صعب ده؟ فقالت لها do you want to meet it to see it، ان انت تشوفيها. فقالت لها نقط، وبعد كده قالت لها because I wanted to buy a carpet too، لان انا عايز اشتري سجاده برضه. فيبقى التانية قالت لها ايه؟ ايوه عايز اشوفها. يبقى yes sure. كلام رائع، كلام جميل، سؤال سهل مفيهوش اي مشكله، ويا رب يجي في الامتحان. هبه and منى are talking about technology. هبه ومنى الاتنين بيتكلموا عن التكنولوجيا. وهنا هبه بتقول لمنى technology has really changed our lives hasn't it؟ شايف hasn't it دي غريبه بالنسبه لك مش كده؟ اي hasn't it دي معناها حاجه اسمها questions tag، اللي هو السؤال المزيل. السؤال المزيل ده بيستخدم للتوكيد. تمام؟ اللي هو معناها مش كده، مش أليس كذلك الكلام ده. فالتكنولوجيا بتبقى غيرت حياتنا مش كده؟ فأكيد قالت لها yes sure، أيوه بالتأكيد. فقالت لها imagine life without smartphones، تخيلي حياتك من غير تليفونات or the internet أو الإنترنت. فردت عليها بإجابة. تمام؟ فهنا الإجابة على إنها تخيل حياتها كده، ده معناها رد فعل هتعمله على إنها التخيل. يعني إنها تخيلت فقالت ردة فعل. فهتبقى إيه الحياة من غير تليفونات ولا إنترنت؟ تمام؟ فأنت هترد عليه مثلا تقول لها it's boring. تمام؟ هتبقى مملة. أو ممكن تقول it will be boring، هتكون مملة. خلاص؟ المهم سألت سؤال، ردت عليه قالت لها right students can learn online from anywhere. فهنا قالت لها فعلا الأطفال يقدروا يتعلموا أونلاين من جميع أنحاء العالم من أي مكان. يبقى هل الطلبة يقدروا يتعلموا من أي حتة؟ يبقى كان students learn online from anywhere. بس كده. عملت ايه يا مستر؟ مش ده سؤال بمعنى هل؟ وانا عندي فعلين. ايوه، شلت الاداة، حط الفعل الاول كان فعل مساعد، بعد كده فاعل students، بعد كده الفعل التاني learn، بعد كده كملت online from anywhere. صعب ده. اللي بعده فهتلاقي even doctor use technology for remote treatment. تمام؟ الدكاترة بيستخدموا التكنولوجيا، حتى الدكاترة بيستخدموا التكنولوجيا للعلاجات البعيدة. فقلت لها أيوة yes that's called telemedicine. إيه telemedicine ده؟ العلاج عن بعد. فقلت لها سؤال، فقلت لها exactly بالطبع technology connects people across the world. بالطبع التكنولوجيا بتوصل الناس ببعضيهم. يبقى هي التكنولوجيا بتوصل الناس ببعضيها. تمام؟ طب يلا بينا. بص هنا فعل واحد اسمه ايه؟ connects، اخره ايه؟ اس.
طب ده سؤال بمعنى هل، عشان ردت عليه قالت له exactly بالظبط. تمام. طيب يلا بينا. هعمل ايه؟ بص، اخره اس يطلع does عشان ده فعل واحد. بعد كده الفاعل عندي technology، يبقى انا هحط technology. خلاص. بعد كده الفعل في المصدر connect اهو. بعد كده كمل الباقي الجملة people across the world. بس كده. ايه اللي بعده؟ قالت لها التكنولوجيا connects people across the world. ايوه، الدنيا، التكنولوجيا بتوصل الناس ببعضها. يبقى I agree with you. أنا متفقة معك. صعبة. نكمل. السؤال اللي بعده Rasha and Rania are talking about the effect of social media on our health. رشا ورانيا الاتنين بيتكلموا عن التأثيرات بتاعت السوشيال ميديا على صحتنا. فرشا بتقول لرانيا You are always tired these days. Why؟ انت دايما متعبة هذه الأيام. ليه؟ فقالت لها إجابة. فسألتها headache صداع. فقالت لها سؤال. فردت عليها قالت لها of course بالطبع. Yes I use my mobile phone a lot. أنا بستخدم التليفون بتاعي كتير. فجت هنا أنا شايفاكي متعبة ليه؟ فقالت لها أنا عندي صداع. يبقى I تمام have عندي a headache. إجابة من عندي مش من الجملة. فردت لها headache صداع. سألتها سؤال فقالت لها of course yes. أيوة بالطبع. I use my mobile phone a lot. طالما قالت yes يبقى ده سؤال بمعنى هل. طب يلا بينا. بص على الفعل لقيت عندي فعل واحد. يبقى أداة دو داز ديد فعل مصدر، وده سؤال بمعنى هل يعني من غير أداة، يبقى يبدأ بالدو والداز والديد. طيب يوز هنا فعل في المصدر يبقى ياخد دو. اي تبقى يو ده الفاعل، والفعل في المصدر اسمه يوز اهو. وكمل باقي الجملة. بدل ماي تبقى يور. موبايل فون لوت. هل انت بتستخدمي التليفون بتاعك كتير؟ فقالت لها بالطبع طبعا انا بعمل ده. سألتها سؤال ردت عليها قالت لها I check social media once an hour. انا بفحص التليفون بتاعي او السوشيال ميديا بتاعتي لمدة مرة كل ساعة او مرة في الساعة، يعني كل ساعة بفتحها واشوف. يبقى how often ليه؟ عشان في كلمة once an hour في اهو عدد مرات. يبقى how often. طب how often دي كم عدد المرات؟ تخلينا نشيل ايه؟ once an hour. طب يلا بينا. عندي كم جملة؟ عندي كم فعل؟ فعل واحد. نوعه ايه؟ مصدر. يطلع منه ايه؟ do. أداة do does did فعل مصدر. تبقى you. بعد كده الفعل في المصدر اسمه check. بعد كده فاضل لي كلمة social media. ركز شوية في الأسئلة عشان الأسئلة تقيلة شوية. فجت قالت لها جملة، فبعد كده قالت لها but using technology to help me get more information is a good idea. ولكن استخدام التكنولوجيا عشان تساعدني ان انا احصل على معلومات اكتر دي فكرة جيدة. يبقى جت قالت لها دي فكرة سيئة. فوق هنا قالت لها عكسها، لان في بط يبقى هنا عايز عكس ده.
صح كده؟ يبقى قالت لها that's a bad idea. دي فكرة وحشة جدا. فردت عليه قالت لي انا شايفة ده العكس، ده استخدامها كده. قالت لها from my point of view، من وجهة نظري نقط. تمام؟ فقالت لها if you use technology well، من وجهة نظري المتواضعة. تمام؟ قالت لها نقط، وبعد كده قالت لها if you use، رانيا بقى ردت عليها قالت لها if you use technology well، لو استخدمت التكنولوجيا كويس it should help you، ممكن تساعدك become healthier، انها تساعدك ان انت تبقى اكثر صحة. طيب يلا، يبقى from my point of view عايزين ندي نصيحة لده او رأيها في الموضوع ده. using technology، بص انا هكتب ايه، استخدام التكنولوجيا carelessly، carelessly يعني بإهمال. تمام؟ is harmful، ده ضار. سؤال في غاية من الصعوبة، غاية في الصعوبة. تمام؟ نكمل السؤال اللي بعديه. هبة and ليلى are talking about a robot teacher، بتتكلم مع مدرس بس روبوت. Can you imagine having a robot teacher؟ هبة بتقول لليلى انت ممكن تتخيلي ان احنا يكون عندنا مدرس روبوت؟ فردت عليه قالت لها it would be very interesting، ده كده هيكون حاجة شيقة جدا. سألتها سؤال، جت قالت لها it's good explaining lessons using a smart screen، ممكن يشرح الدروس باستخدام سمارت سكرين. يبقى احنا عايزين نعرف ازاي هو بيشرح الدروس، صح؟ طب ازاي دي معناها ايه؟ معناها how. اجابتها using a smart screen. حلو. بص على السؤال هلاقي هنا اتنين كود واكسبلين، يبقى أداة فعل أول، فعل تاني. الأداة الأولى الأداة هاو، الفعل الأول اسمه كود أهو، فاعل اسمه إت أهو، فعل تاني اسمه اكسبلين أهو. فاضل ليه ما نزلش؟ lessons أهي. سألتها سؤال قالت لها yes it can store lots of information، ممكن يخزن الكثير من المعلومات. يبقى ده السؤال بمعنى هل. اسأل عندك فيه كام فعل؟ عندي فعلين، كان وستور. يبقى مفيش أداة استفهام، يبقى فعل أول فعل تاني. فعل أول كان، فاعل it. تمام؟ فعل تاني اسمه ستور. بعد كده كمل الجملة lots of information. رحت عملت كوباية نسكافيه عشان الموضوع ايه مطول معانا. المهم فاحنا كده كوننا السؤال ده. تعال نخش هنا. سألت السؤال، ردت عليها قالت لها that's a problem، robots don't have emotion، دي مشكلة، الروبوتات ما عندهاش مشاعر. يبقى هي سألتها هل الروبوتات عندها مشاعر ولا ما عندهاش؟ طيب هل هنا معناها ايه؟ كأن في نو هنا بعد اذنك. شايف ذاتس بروبلم دي اعتبرها نو، فانا بشيلها هي وبنت خالتها نوت واعمل مقص، يبقى do robots have emotions؟ هل الروبوتات عندها مشاعر؟ بس كده. فقالت لها لا الروبوتات ما عندهاش مشاعر. قالت لها so، وقالت لها جملة
فهتلاقي exactly human teachers are better are at caring. ايوه عشان كده بالفعل او بالظبط البني ادمين المدرسين البني ادمين بيكونوا افضل في الاهتمام. يبقى كده قالت لها so لذلك نفس الجملة human teachers are better at caring. طب ليه يا مستر انت كتبت نفس الجملة؟ هقول لك عشان هنا تأكيد على الكلام اللي هي قالته وبعد كده كررت الجملة بتاعتها. تمام؟ فردت عليها وقالت لها ايه؟ في الآخر بقى خالص That's بص كده right. هذا صحيح. تأكيد على التأكيد بتاعها. محادثة برضو مش ممكن تبقى موجودة بالشكل ده في الامتحان ولكن موجودة في كتاب التقييمات وكانت مهمة. نيجي للمحادثة اللي بعد كده. خد بقى بق من كوباية الشاي اللي انت حاططها قدامك دي عشان نبقى مع بعض يبقى ما بيننا عيش بقول لك ايه، تاخدوا بق نسكافيه؟ والله بتكلم جد، بق نسكافيه. اصلك شايفك بتنام، ما تفوق يا اخي، الله ما تقدر الناس اللي بتتعب لك يا اخي. انت عدل نفسك بس كده لو سمحتي قومي من على السرير، اقعدي على كرسي قدام كده مكتب كده او ترابيزه او اي حاجه، تنامليش كده عن هتنامي. استغفر الله العظيم يا رب. قوم اغسل وشك، قوم اغسل وشك. يلا نكمل. عمر wants to buy a teacher. teacher ايه؟ a t-shirt. عمر عايز يشتري تي شيرت. فالسيلز مان قال له هلو كان اي هيلب يو. فاكرين اول ما بدانا الفيديو بدانا بالمحادثه اللي بتدل على البيع والشراء. فيلا بينا. هلو كان اي هيلب يو فيقول له يس. قلنا بقى يس بعدها ايه؟ I'd like to buy not. صح كده؟ يبقى I'd like to buy. هو عايز يشتري a t-shirt. فرد عليه السيلز مان وقال له سؤال. رد عليه عمر بإجابة قال له I'd like to buy a blue one. أنا عايز أشتري واحدة زرقاء. فهو هنا قال له إيه؟ برافو. قال له what color؟ what color ما اللون؟ إحنا حافظين بقى المحادثة دي خلاص. what color would you like to buy؟ فقال له I'd like to buy a blue one. أنا عايز أشتري الزرقاء. فقال له what about this one؟ فرد قال له تمام او ايه where can I try it on؟ كلمة try it on معناها ان انا فين اقدر البسها. يبقى اكيد قال له كويس. فهو هنا هيقول له that's good. او ممكن نقوله كلمة مثلا it fits me. وكلمة fits me معناها تناسبني. نشرب حبة نسكافيه. قال له you can try it on in this dressing room. ممكن تروح البروفة دي وتعملها. فسأله سؤال إجابته قال له it's 150 pounds anything else؟ دي 150 جنيه. تمام. فهو هيرد عليه يقول له how much is it؟ فرد عليه وقال له it's 150 pounds anything else أي شيء آخر؟ هيقول له thank you. شكرا. وبكده نكون خلصنا الحاجات بتاعتنا الدايلوجز اللي عندنا. اهم اسئله الدايلوجز خلصت وجي دلوقتي بقى ميعادنا مع اسئله الجرامر ودي كانت اسئله مهمه جدا. فيلا بينا.
السؤال اللي بعد كده هو الجرامر، والجرامر يا شباب عندنا ليه 6 درجات، 3 درجات متقسمين على سؤال كوريكت اللي هو ده اللي بيبقى كلمه بيقول لك كويس واحنا بنصلحها، وسؤال 3 درجات تانيين وهم الري رايت. فتعالى نستعرض اهم حاجه ونقف عند حته حته ونشرح، سهله جدا. اول سؤال بدأ معايا بيقول لك if it had rained، لو الدنيا كانت شتت we not go out. بدأ بإف صح؟ احنا خدنا قاعدة if انها بتيجي في الاول بيجي بعدها جملتين. خدنا ايه في الحالة التالتة؟ ايه في الحالة الايه يا شباب؟ التالتة. وايه في الحالة التالتة بيجي بعدها ماضي تام الجملة التانية would have والpast participle اهي would have زائد الباست participle. تمام؟ طيب if it had rained we not go out. had والتصريف التالت موجود، يبقى انا ناقصني كملين ناقص would وهاف والتصريف التالت، يبقى انا هنا we تاخد wouldn't. ليه يا مستر حطيتها not؟ قال لي عشان هو عايز not تبقى wouldn't. have والتصريف التالت يبقى have والتصريف التالت من جوه gone، يبقى wouldn't have gone. صعب ده؟ اللي بعده she has never saw snow. ايه saw snow دي يا مستر؟ she has never saw snow. has whenever والفعل. ده مضارع تام، ده مضارع تام. طب المضارع التام بيتكون من ايه في الجملة المثبتة؟ have او has زائد التصريف الثالث للفعل في الجملة المثبتة، يبقى have او has موجودة والتصريف الثالث من so seen. The English lesson درس الإنجليزي will explain. درس الإنجليزي هو اللي هيشرح؟ لا، ده بيتشرح. يبقى طالما بيتشرح يبقى ده مبني لإيه؟ للمجهول، وطالما مبني للمجهول يبقى لازم يبقى فيه verb to be والتصريف الثالث. verb to be التصريف الثالث. طب الباسف في المستقبل كان عبارة عن إيه؟ ببدأ بالمفعول زائد بعد كده will be والتصريف الثالث ثم باي والفاعل. باي وايه؟ والفاعل. دي القاعدة. طب يلا بينا. The English lesson الدرس هو اللي هيتشرح. يبقى في الحالة ديت ادي will يا عم وادي be يابا واكسبلين تبقى explained، حط لها ed فتبقى في الماضي التام او الباست participle المضارع التام. تمام؟ سوري الباست participle التصريف الثالث. We mustn't are unkind and unfair. باشا mustn't should shouldn't can't بيجي وراها الفعل في المصدر infinitive بدون أي إضافات. infinitive بدون أي إضافات يبقى تاني must و mustn't can و can't should و shouldn't بيجي وراهم infinitive فعل في المصدر بدون إضافات، يبقى مكان are هنا تبقى be. علي told عمر that someone disagrees with he. علي بيقول لعمر بأن شخص ما مش متفق with he. ايه ده يا باشا؟ ده ضمير، ده هنا بيسألني في الضماير وبيسألني في الدايركت والاندايركت المباشر والغير مباشر. يلا بينا نراجع مع بعض المباشر والغير مباشر سوا. عشان احول الجملة من المباشر لغير مباشر بعمل له خطوات. قول معايا said to تبقى told، اما said لا تحول. فك الأقواس بكلمة ذات. تحويل الضمائر حسب المعنى. المضارع يبقى ماضي، اما الماضي يفضل ماضي او يتحول لماضي تام، والماضي التام هاد والتصريف الثالث. اسمع بقى معايا في الحته دي. تحويل الضمائر حسب المعنى. هو الضمير جوه بعد حرف جر يبقى ده ضمير مفعول، اكيد اتحول لانه عائد على مين؟ عمر. وبعد حرف الجر يبقى ده ضمير مفعول، يبقى المفروض يكون هم. وخلي بالك في الحته دي كويس قوي. 6 please to close the window ده imperative امر. ليه؟ فين الفاعل؟ مفيش فاعل، يبقى الجمله بادئه بفاعل والامر مصدر زائد مفعول. النهي دونت المصدر زائد المفعول.
يبقى انا هنا المفروض بدل ما اقول تو كلوز هقولها ايه؟ كلوز بس. طالما مفيش فاعل يبقى ده امر. 7 زي نقط when if. انا ما عنديش غير قاعده if واحده اللي هي الحاله الثالثه، had والتصريف الثالث would have والتصريف الثالث. فانا عندي had اهو والتصريف الثالث، يبقى هنا would have والتصريف الثالث. ادي يا عم would وادي يا عم have والتصريف الثالث من when won. Have you ever eat فلافل؟ هل عمرك اكلت فلافل؟ ادي have you ever ايه؟ ده سؤال في زمن ايه؟ المضارع التام. في زمن المضارع التام بيتكون من ايه؟ have او has زائد التصريف التالت. طب have موجوده يبقى انا ناقص التصريف التالت يبقى eaten. تمام؟ اللي بعده عمر said that. عمر قال هذا. You look really calm. said that ايه ده مباشر وغير مباشر. المضارع يبقى ماضي، look ده فعل نوع مضارع يبقى ماضي يبقى looked. ذلك الخطاب will be send. ايه ده مش دي will ودي be يبقى ده بس في زمن المستقبل لان الخطاب مش هيبعت ده بيتبعت، يبقى في الحالة دي will be sent. دكتور سلوى said she lived in Luxor 2 years before. شايفين كلمة before دي؟ شايفين 2 years before دي؟ وشايفين said اهي؟ يبقى ده مباشر وغير مباشر، يبقى ده مباشر وغير ايه؟ مباشر. طيب في الحالة دي هنعمل ايه؟ باشا ده الفعل صح؟ مضارع يبقى ماضي عشان جملة متحولة. Can the house be decorated next month? Can the house be decorated next month? هل المنزل هيتزوق تمام الشهر الجاي؟ طالما next month يبقى انا هنا بتكلم في ايه؟ في زمن المستقبل. طب المستقبل ياخد كان ولا ياخد will؟ We read 3 chapters already. already من الكلمات الدالة على المضارع التام. والمضارع التام بيتكون من have أو has زائد التصريف الثالث. والمضارع التام مع كلمة already بتيجي في نهاية الجملة المثبتة. تمام؟ يبقى دي جملة مثبتة. يبقى we have وبعدها read على طول. السؤال اللي بعد كده 14. I think you must take a break. أنا شايف إن أنت لازم تاخد break استراحة. It's my advice to you. دي نصيحتي ليك. شايف دي؟ نصيحتي ليك. It's my advice. هي النصيحة إمتى كان بتستخدم بكلمة must؟ must دايما بتعبر عن الobligation الإلزام. يبقى طالما مش إلزامي يبقى أنا عايز إيه؟ should. عايز نصيحة. The students said they will go on a journey. will و go وادي said. تمام؟ يبقى ده مباشر وغير مباشر، يبقى الجملة غير مباشر، يبقى المضارع يبقى ماضي، يبقى مكان will would go. سريعا لو انت خدت بالك ان انت اصلا ما عندكش دروس كتيرة تسأل فيها، فالموضوع بالنسبة لنا كجرامر سؤال سهل مش صعب، الحاجات كلها بالتعاد. تمام؟ بس بص الجملة دي بقى. After then define the problem clearly. After then. فاكرين الأعداد الترتيبية أو جيت لما جينا كنا بنتكلم عن الترتيب ما بين الحاجات وبعضها لما يكون عندي أحداث كنا بنبدأ first then next after that finally وهكذا at the end الكلام ده. فاكرين الكلام ده؟ الأعداد الترتيبية دي أو الترتيب ده لما يجي اخد after هاخد after ايه؟ after that. مستر ما كنتش عامل حسابي ليها اصل ما حدش بيذاكرها، فهو دي خطوات. تمام؟ after that بعد هذا بعد ذلك define the problem. عرف المشكلة. شفت
موضوع instruction اكتر ما هو لحد ما جمله يعني. نكمل السؤال رقم 17. if she had جايب لك had مع if ليها عندي قاعده واحده had والتصريف الثالث would have والتصريف الثالث. طب انا عندي would have والتصريف الثالث يبقى انا فاضل لي had والتصريف الثالث. الهاد بتاعي left اهي. They win if they had played. they had played وإف في النص had والتصريف التالت موجودة يبقى أنا فاضل لي would have والتصريف التالت يبقى they would have والتصريف التالت من وين؟ won. منار has encouraged by her friend. صلى على الحبيب. صليت؟ تعال. دي إيه؟ منار. ودي ايه؟ باي وهير فاميلي. يبقى هنا عمر باي ما يجي معاها كده الا لو كانت الجمله دي مبني مجهول. طب في انهي زمن؟ المضارع التام. احنا ما خدناش مبني مجهول غير في حاجتين: مضارع تام ويل والمصدر. في ويل والمصدر فيوتشر سيمبل كان بيبقى ويل بي والتصريف الثالث. طب في المضارع التام هاف هاز بين والتصريف الثالث. يبقى منار هنا هتاخد هاز وبن والتصريف الثالث من encouraged اللي هي موجودة عندي encouraged. تمام؟ بس the rooms الحجرات tidy. هي الحجرة هي اللي هترتب tidy؟ قال لي لا دي بترتب واوريدي دي من الكلمات الدالة على المضارع التام. يبقى have أو has been ثم التصريف الثالث لأنه بدأ بالمفعول. يبقى يلا دول كلهم جمع فياخدوا have وبعدها ياخدوا بن اهي يا عم. وكلمة تايدي تجيب منها التصريف التالت بقى اسمه تايدد. صعبة؟ تمنى لا. 21. طاهر can't speaks 3 language. مش مكمل دي can't صح؟ يبقى يجي وراها الفعل في المصدر يبقى شيل الاسم من speaks. سهلة. اللي بعده حسن tells him ذات موجودة وحسن بدأ وهو قال له كذا. بص بقى the following week ديت he would buy a new mobile phone the following week. دي ادتني بدايركت واندايركت. حلو. طيب say to تبقى told يبقى تل هنا told. بسنت said that بسنت said that بسنت قالت ده. she guess لا guessed. لا مستر المضارع يبقى ماضي. عرفت منين؟ عشان said that تدل على direct و indirect مباشر غير مباشر. I have spoken English. أنا اتكلمت إنجليزي. تمام؟ أو اتكلمت إنجليزي for 2015 for since. مستار انا متعود لو انت نار انا ميه لو انت اسوء انا حنيه. يعني لو انا سنس هشيل احط فور. لو انا لقيت فور هشيل احط سنس. متعودش كده. فور بيجي وراها مده سنس بيجي وراها تاريخ او ماضي بسيط. then ثم brainstorm the ideas next ثم test the prototypes. يبقى الاولى دي كانت اولا ثم التالي نعمل كده. يبقى اولا تبقى first. بالله عليك ركز في ده. سؤال 26. سؤال 26 بيقول لي هنا don't being. ايه ده don't being؟ لا دي don't be. ليه يا مستر؟ قال لي عشان هنا ده امر مصدر زائد مفعول او don't المصدر زائد المفعول. طب she study English since اهي. she was a child since من الكلمات الدالة على المضارع التام يبقى have أو has التصريف الثالث يبقى has studied أهي. 28. The test will not corrected by the teacher. الاختبار will be corrected by the teacher. corrected يعني تصحح. تمام؟ هو الاختبار يصحح ولا يتصحح؟ ولا بيتصحح. طب طالما بيتصحح يبقى هو اللي بيتعمل عليه الفعل يبقى بي والتصريف الثالث corrected. طب ليه يا مستر حطيت بي؟
قال لي عشان ده مستقبل، فالمستقبل be والتصريف التالت. 29 علي say that his teacher was very helpful. say لا دي said. عرفت منين يا مستر؟ مباشر وغير مباشر عشان كلمة ذات، تمام، وعشان هنا زمن ماضي، وعشان هنا ده فعل القول بتاعي، يبقى said. said to تبقى told، لما said لا تحاول. آية said me I have seen this movie. طبعا من خلال ما انت هتكتب كده هتيجي تقول لي said بتبقى told يا مستر. اقول لك لا استنى، ده في الاقواس، يبقى هنا قبل التحويل، يعني هنا ما تحولتش الجمله اصلا، دي جمله مباشر، يبقى كانت في الاصل اسمها said to. جامده الجمله دي ومهمه. also بالرغم من technology helps us on the other hand، من جهه اخرى افتكر كلامي، on one hand on the other hand on one hand on the other hand. كلمتين مالهم كلمتين مع بعض، كلمتين مالهم كلمتين مع بعض، مالهم بقى كمان بيفيدوا التناقض. يبقى هو كاتب لك on the other hand، يبقى انا عايز on one hand، كلمتين مع بعض. طيب 32 we should make noise in the classroom. احنا ينبغي علينا نعمل دوشة في الفصل بتاعنا. should لا، خليها should انت يا مستر. my father said that he can. ايه ده؟ مش say that اهي، said that صح؟ مباشر غير مباشر؟ غير مباشر، يبقى المضارع يبقى ماضي، كان تبقى could. I not see that movie yet من الكلمات الدالة على المضارع التام، تمام؟ وبتيجي في نهاية السؤال ونهاية الجملة المنفية، يبقى أنا عايزها هنا في جملة منفية، يبقى I haven't seen. I haven't seen that. Reem traveled if في النص she had enough time. had والتصريف التالت يبقى قبلها would have، والتصريف التالت يبقى أنا عندي would و have we traveled. أحمد told me that أحمد قال لي someone شخص ما disagreed with him with he. طيب هو أحمد هنا تحويل الضمير حسب المعنى، عشان أنا هنا بتكلم في direct و indirect. طب يلا بينا، ادي يا عم هنا بيقول لك ان هو بيتكلم، احمد بيتكلم معايا انا، فهنا someone شخص ما غير متفق معايا او معاه يبقى ايه؟ him، ضمير مفعول. اللي بعده to ask open-ended questions to the readers. to ask ده فعل في المصدر لان مفيش فاعل، يبقى ده امر imperative، يبقى انا المفروض ابدا بكلمه ask، مصدر زائد مفعول. pepper الفلفل makes me feel sick بيخليني احس بالتعبان. please ever over me any ما تعرضش ليا حاجه، يبقى مكان ever never. if he revise well لو هو راجع كويس he would have got high marks. have والتصريف التالت if he revise يبقى هنا had والتصريف التالت revised. آسف. السؤال الأخير the task you carry out already دي من كلمات الدالة على المضارع التام، وكاري تمام ما ينفعش تيجي مع تاسك، يبقى ده مبني مجهول، يبقى يلا بينا نعمل ايه؟ have او has been والتصريف التالت. طب تاسك دي تاخد ايه؟ قال لي تاسك دي تاخد has عشان مفرد، و been والتصريف التالت carried.
وبكده أعزائي المستمعين والمشاهدين والمتفرجين، الحمد لله انتهينا من المراجعة بتاعتنا، الحمد لله بفضل الله. يعني أسأل الله العظيم إن هو يحفظكم ويخلي كل معلومة وانت بتذاكر كده تلزق كده في دماغك كده ما تطلعش. وشباب الترم كان متعب بأمانة، تعبنا جدا. ويمكن اللي حضر معايا في السيشنز بتاعتي في السنترز او في الاونلاين عارفين ان احنا رجعنا المنهج ده مره واثنين وثلاثه، حتى الاسئله دي حليناها مره واثنين وثلاثه. عملنا اللي علينا على قد ما نقدر. الشخص اللي تعب من البدايه هينال نتيجه تعبه ومجهوده ده دلوقتي، والشخص اللي نص نص وقال بدأ ودخل معانا في أول المراجعات وعنده طاقة وحماس برضه هيتكافئ آخر الشهادة بتاعتنا وآخر الامتحانات والكلام ده. والمدرس اللي تعب وسجل معاك وكان خايف على مصلحتك برضه تعب جدا، فأكيد ربنا سبحانه وتعالى هيكافئه على تعبه ده. الحمد لله قدام ربنا ما قصرتش معاك، او انا شايف ان عملت اللي عليا وزياده، وانت دورك انك انت بتسمعني وبتنفذ كلامي وبتثق فيا. فهاجي اقولها لك اهو تاني، لو انت فاكر ان الوقت فاتك فربنا مديلك فرصه عظيمه، هي ان انت عندك يوم اجازه تقدر تستغل كل دقيقه فيه 24 ساعه. يعني ال 24 ساعه هيفرقوا معاك. انا قلت اللي عندي. ما تنساش لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس زر اللايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان فيديوهات الترم التاني هتنزل على طول الاسبوع الجاي. كل سنة طيب. وعشان انا محتاج حد يقف جنبي في الموضوع ده، يعني مش عايز اعمل حاجة فيك، يعني عايزهم كلهم يبقوا ريل. واخيرا وليس اخيرا هتوحشني وهقول لك كلمتين مهمين جدا. شكرا عزيزي الطالب، روح لامك. سلام. نسيت خليك جامد، انت مهما كانت.